الامتحانات بقى وبطنك وجعك صح؟ عايز توليفه قهوه؟ طب ما تيجي اقول لك على توليفه قهوه يا ابني. تعالى بسرعه اقول لك عليه. خد 100 جرام من البن الهند الارابيكا اللي هيديك طعم الشوكولاته في اخر درجات الوسط، ونسبه الكافيين فيه عاليه برضو، هيفرق معاك في الامتحانات. تعالى نكمل بقيه التوليفه. يديك نفس التيست بتاع الكولومبي بس ما تحسش باي مراره فيها. خد 75 جرام من البن الجيتوميل هيديك نفس تيست الكولومبي بدون اي نسبه مراره. في القهوه تحس ان القهوه تقيله لاخر الفنجان. 50 جرام من البن الهند الروبستا طعمه مش هيظهر وفي نفس الوقت هيظبط لك القوام بتاع الخلطه. ومع كل بقه هتاخده هتحس انها دايبه في بقك. خد لها 25 جرام من البن البرازيلي ملك الكريمه، مرارته قليله جدا فكده التوليفه كلها ما فيهاش اي نسبه مراره. فتعالى نروح نحوجها ونلخص الكلام ده كله. انا لما اقول لك على احلى تحويجه للربع كيلو، هناخد 10 جرام من الحبهان، شويه ورد بيخلي ريحه القهوه حلوه صدقني، وريحته بتبقى في القهوه حلوه، شويه قرنفل برضك بحب طعمه كده وفي القهوه بتحس ان هو بلا مزازه كده، 3 اعواد من الجينسنج او حوالي 5 جرام من الجينسنج بيخلوا كده القهوه طاقه وباور ودغدغه، واحده من جوز الطيب بتخلي مزه في القهوه، ودي اختياري مش اجباري عشان بس الصياح اللي بيحصل عليها. طبعا اللي شايفه حرام ما يحطهاش في القهوه، اللي شايفها حلال ممكن يضيفها في القهوه، كلها رغبات ومحدش يفتي في الحاجات دي يا جدعان عشان احنا ما نعرفش، واللي عنده حاجه علميه 100% يقولها، ما عندوش حاجه 100% ما يقولهاش. قلب الكلام الجميل بتاعك ده كله وهننزل بيه في مطحنتنا، وانا علاء فوق ده وبعرفك كل حاجه تخص القهوه، فما تنساش لو انت بتحب القهوه كده كده هتحتاجني، فاعمل لي فولو.